قابلها ورقص معاها وحبها، ولما طلبها للجواز اكتشف انها راجل. تفاصيل اغرب قصة حب في حياة انور وجدي. انتوا تعرفوا ان الفنان الكبير انور وجدي كان بيحب شاب، مش بيحبه بس، ده بيحبه جدا ومتعلق بيه عاطفيا، وطلب ايده عشان يتجوزه، ولكن الجوازة باظت في اخر لحظة. ايوه، انور وجدي كان هيتجوز راجل، ولما الجوازة باظت زعل جدا جدا، وبدأت قصة حب بين انور وجدي والشاب ده، غمزات ونظرات وكمان لمسات. دي تفاصيل قصة حب مولعة نار بين انور وجدي وبين شاب من الشباب. قصة حب حصلت من اول نظرة، يمكن كمان أسرع من قصة حبه من ليلى مراد وليلى فوزي، أو أي ليلة من الليالي اللي ممكن يتخيلها عقلك. والحدوتة دي حكاها أنور وجدي بعضمة لسانه خلال حوار قديم كتب عنه مقال صحفي بإيده، وكان عنوانه النار في قلبي. أنور وجدي الدنجوان ساب بنات العالم وراح يحب شاب، والغريب إن كانت أمنية حياته إن يتجوز هذا الشاب. لا 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 لا، اوعى تفهموه غلط، استنوا شوية وهتفهموا الحكاية، ولا تبصوا لأنور وجدي بنظرة مش تمام. القصة بدأت لما كان أنور وجدي سهران مع أصحابه في سهرة من سهراتهم، وفجأة دخلت بنت زي فلقة القمر الحلوة، دخلت المكان وهوب أخدت كل العيون والقلوب كمان، والقلوب والنظرات، وبقى كل اللي شايفها ناقص يغنوا ليها الدلوعة الدلوعة تدخل أكبر موسوعة. البنت كانت كل اللي يشوفها ويشوف رقتها قلبه يسلم ويرق، ويا سلام على صوت خطوتها، يا سلام زي الطبلة مع الرق، وما كانش حد يقع عينيه في عينيها ويقدر يقول لها لأ. هو ده اللي حصل بالسنتوفة مع أنور وجدي، اللي شافها من هنا وقلبه بقى يدق دم تك دم، ومن هنا وهي كمان لحظة إعجابه بيها، وبدأت تتبادل معاه النظرات السهتانة، نظرات الحب والهيام، وبدأت بينهم كهرباء وكيمياء وإعجاب شديد، لدرجة إن أنور قام وطلب منها الرقص. البنت الدلوعة وافقت جدا على طلب أنور وجدي، وقامت رقصت معاه رقصة رومانسية على ضوء الشموع، وتعلق بيها الفنان الدنجوان أنور وجدي. وبنهاية الرقصة رجع لأصحابه اللي كانوا ملاحظين الانسجام الشديد بينهم، وقعد يوصف ليهم شفايفها وخدودها وعيونها وكلامها وقوامها، لدرجة إن أصحابه نفسهم فكروا إن يحبوها، وبدأوا يشجعوه إن هو يطلب منها رقصة تانية. وفعلا أنور وجدي عمل بالنصيحة وطلب منها رقصة تانية، وهي طبعا ما رفضتش. وفي آخر السهرة اتوعدوا على إنهم يتقابلوا تاني يوم وفي نفس المكان، وده بعد ما أخد منها أنور وجدي عنوانها. وفي اليوم ده بعد ما خلص اتلم عليه أصحابه وقالوا له لازم بكرة تطلب إيديها للجواز، البنت لقطة وما تتسابش. وقرر أنور وجدي يعمل بالنصيحة، وعدى يومين وبعد تاني لقاء بينهم قابل أنور وجدي أصحابه، وقعدوا يسألوه عن ترتيبات الجواز من البنت اللقطة دي، وإيه اللي حصل بينهم في تاني مقابلة امبارح. وكان باين على ملامحه الحزن الشديد والصدمة. وساعتها سألوا واحد منهم في تعجب وقال اوعى تكون نفضت لك ومش عايزة تتجوزك. قال له أنور بكل ثقة لا طبعا. وسألوا تاني واحد من أصحابه وقال له شكلها كده طلعت متجوزة، ورد عليه وقال له ولا دي كمان. وسأله التالت وقال له ما تتكسفش يا أنور، هي رفضتك عشان حالتك المادية مش ولا بد. ورد أنور وجدي وقال لأ برضه. وطلب أنور وجدي من أصحابه إن يمشي، وقبل ما يمشي أنور من المكان صدمهم وقال لهم انتوا عارفين سيرك عمار؟ قالوا له أيوة طبعا اتفرجنا عليها أكتر من مرة. فرد أنور وجدي وقال في هناك بنات حلوين خالص مظبوط؟ رد عليه وقالوا له مظبوط جدا. فقال لهم أنور وجدي وفي كمان شباب في منتهى الرشاقة والجمال. فقالوا له في نفس واحد ده صحيح. فقال لهم أنور وجدي عارفين البنت اللي عجبتني وكنتوا كلكم هتموتوا عليها؟ وكان بيتخفى في شكل بنت عشان يدخل ويشرب اللي هو عايزه على حساب الرجالة اللي زيه وزيكم. يعني كده من الموضوع والحكاية ان أنور كان هيتجوز الواد البت ويناديها في البيت ويقول لها يا واد يا بت يا واد يا بت. الحمد لله ان أنور وجدي اكتشف الحكاية واتجوز بعدها من جميلات السينما ليلى مراد وليلى فوزي. رحم الله الفنان الكبير أنور وجدي.